لهم ان اول قرار لي في الرئاسه لو قدر لي ان اكون في الموقع سوف يكون اعاده تسكين ابناء النوبه خلال فتره قصيره للغايه في مقام ايا كانت الاعباء التي تتحملها الدوله، لان من فرق عمرهم ب60 عاما السابقه، واسمع بقى احيانا يقولوا اصل كان حصل الناس اخذت اراضي هنا، اصل حصل ليكن ما يكون. نمره واحد الاعاده الفوريه لكل من غادر ارضه الى الموقع الذي يريده في الارض التي يريدها حول مياه البحيره، وهذا حق مش الدوله بتمنحه منحه، هذا حق على الدوله ومن واجب الدوله انها تعيد الموقع. في شهداء في النوبه، في شهداء عماله، في شهداء في موقعة الجبل نوبيين، هو اللي قتلهم، هو المسؤول عنهم. الفاسد الفلوس الراجل جاي لنا حتى لو في لعيبه ما بتصحش احسن لو في مكاننا احنا. هو كان موجود بيقول كانوا بيفتحوا وهو عارف لما وجهنا الدعوه هم دول مش مسؤولين عن الدعوه. انا شخصيا ما كنتش عارف ان هو جاي. اللي خالد اسحب طارق استاذنكم اقعدوا بس، ممكن يا جماعه نقعد. انت مش نفسك على حطها على الارض. ايمن استاذن كل الموجودين الالتزام بالقواعد. قرب منهم يا ايمن، قرب منهم الساده الحضور، اوجه حديثي لبشر يمكنون معنى الكلمه يفهمون نفسهم ويحترمون الغير. ونتابع الجميع التزام الاماكن. لصفحه جديده ونحو مستقبل. السلام عليكم يا جماعه. ممكن نختلف جميعا في نختلف، لكن هذه عشان تدي رايك بالطريقه دي لا، ما ينفعش، مرفوض. اذا كنت هتدي رايك فعندك انت اصلا الترشيح هيكون موجود، اختار الرئيس اللي انت عاوزه، لكن مش ماشي. كلنا معروف ان احنا سويين، ودلوقتي خلاص اتغيرنا. المفروض ان احنا نتغير مع الوقت ومع الزمن، لازم نغير من طريقتنا واسلوبنا يا جماعه. دلوقتي مش وقت ده، عندك صندوق الانتخابات اعمل اللي انت عاوزه. انت لو اتكلمت كده وهاجمت ايه الموضوع؟ وقت المزايدات خلص خلاص. ماشي خلاص، يبقى الكلام ملوش خالص. يلا يا جماعه.
باسم الأمة كلها بنعتذر. مفيش اعتذار لواحد في بيته وبين اهله، فارجو ان بداية في اسمحوا لي اخرج من المناقشة لمدة ربع دقيقة نص دقيقة ألمس 3 نقاط أثيرت أمامي. فيما يتعلق بالجانب الثوري فأنا ثوري ومقاتل للنخاع. أنا مقاتل من الدرجة الأولى للنخاع، فلا معنى للتزايد علي أنا بالذات بطبيعة خدمتي وطبيعتي الشخصية فيما يتعلق بالثورية والقتال. أنا أعي تماما يعني إيه ثورية، أنا يعني تماما يعني إيه مقاتل بحكم حياتي في هذا المجال وتاريخي يشهد على ذلك وطبيعتي الشخصية. الموضوع الثاني في شأن حكم العسكر. أنا عايز أفهم بس إيه اللي هيحتاج إنه يفهم هذا الموضوع. كان من باب أولى الولايات المتحدة الأمريكية تقول إحنا ملناش في حكم العسكر. كان من باب أولى المملكة المتحدة وفرنسا يقولوا ملناش في حكم العسكر. أما يجي واحد بخلفية عسكرية لا يعني للي على علم كافي إن ده حكم عسكر. حكم العسكر يعني النظام عسكري. لكن أما يبقى ذو خلفية عسكرية فزي أي واحد عنده خلفية قانونية، خلفية عسكرية، خلفية طبية، خلفية تجارية، فدي عنده خلفية. قد يكون عندي ميزة بقى إني بجمع ما بين الخلفية العسكرية والخلفية المدنية باعتباري كنت وزيرا للطيران المدني لمدة 10 سنوات. يمكن دي تكون إضافة عندي. العسكرية يا جماعة إذا زادتني شيء فلا أقل من أنها زادتني علم الإدارة، كما لو كنت قاعد في دورات متلاحقة من علم الإدارة، زادتني علم إدارة الأزمات، زادتني النظام بصفة عامة. أعتقد العسكرية هي إضافة وليست تقليلا إطلاقا، خصوصا لو كان قضى عسكريته في حياة ناجحة. بعدها أتممت 10 سنوات شهد العالم بها جميعا باعتبارها طراز فريد في إدارة قطاع الطيران المدني. يا حضرات أنا دعيت ضمن 20 شخصية من الكرة الأرضية لاجتماع في سنغافورة باعتبار هذه المجموعة ال20 شخصية الأكثر في العالم كله الذين أثروا على تاريخ الطيران المدني في الكرة الأرضية. كنت واحد منهم. مش فكرة إن أحمد شفيق، الفكرة إن كان شرف إن واحد مصري يبقى ضمن هذه المجموعة اللي دعت لذلك. ولذلك أنا بقول إن حكم العسكر لا يقصي بإن أنا أمريكا حكمها، إذا كان بالمبدأ حكم عسكري، فرنسا حكم عسكري، إنجلترا حكم عسكري، ولكن ما بقاش عسكري، هو ترك الحياة العسكرية والحكم حكم مدني تماما. فيجب الإشارة إلى أن الخلط في هذا الموضوع الحقيقة هو خلط يعني بينتج عنه معلومة غير دقيقة. النقطة الأخيرة جدا اللي أحب أنوه إليها، لنا شهداء في الجمل، اللي عايز أقول لحضراتكم إن أنا بدأت أروح مجلس الوزراء يوم 1 الظهرية، معركة الجمل يوم 2. أنا بدأت أروح مجلس الوزراء، بدأت أمارس أبتدي أقرأ ملفاتي وأطلع على ما هو مجلس الوزراء يوم 1 الظهرية، معركة الجمل يوم 2. يوم 1 بالليل كنت قاعد في مجلس الوزراء ومعايا الدكتور محمد أبو الغار، وكنت أول مرة ألتقي بيه ومعاه 5 من الشباب. كل اللي طلبوه مني يوميها إن الشرطة لا تقترب من الناس اللي في الميدان. وقمت واتصلت بوزير الداخلية قلت له الشرطة تبتعد تماما عن الميدان. أما قال لي ليس لنا ولا فرد في الميدان. رجعت قلت لهم، قالوا لي لا احنا نقصد الشرطة ما تعترضش هنا واحنا رايحين وجايين من بيوتنا رايحين الميدان.
طلعت قلت لوزير الداخليه مالكش اوقف عمل اجهزه الشرطه تماما وامن الدوله فيما يتعلق، ما يدخلهم السفنه بتاعتهم ولا عمل الشرطه، باعتبار الشرطه في الواقع كانت اتسحبت من السوق وهي البقايا وكذا. ولما رجعت للطلبه او الشباب قلت لهم هذا الكلام، قالوا لي يعني اكيد يا فندم مش هيعكسونا تاني. فقلت لهم برقبتي بعد ما اقول لوزير الداخليه هذا الامر وهو يعلم طبيعتي ايه اذا لم ينفذ، برقبتي اذا حصل مضايقه من الشرطه في اي حاله بعد كده تاني. برقبتي اللي انا قلتها بالليل للمغرضين الذين حاولوا الاساءه الي بعد كده، قالوا لي ان دي كانت مخادعه، ان انا قلت برقبتي مش هيحصل حاجه وحصل معركه الجمل، بينما برقبتي كنت اقصد وانا بقول لهم ان انا لن يقترب عسكري شرطه وكلهم الباقي من الشرطه هيبقوا في سكناتهم مش هيطلعوا منها. هذا الكلام انا حملت فيه ثاني يوم. هل تتخيلوا حضراتكم ان انا كنت اسمع شيء ولا اعلم شيء عن معركه الجمل ولم يكن هناك شرطي واحد موجود؟ ما كانش فيه شرطي واحد من الناس اللي انا ممكن اكلفهم بمهمه عشان خاطر يبقى انا ليا خبره. اذا اما يتقال ليا شهداء في معركه الجمل، مصر كلها ليها شهداء، كلنا لينا شهداء في معركه الجمل، واعتقد انه لا محل لاثاره مثل هذا الموضوع، وانا قلت لحضراتكم تفصيله. نرجع لموضوعنا الاساسي. النوبه الدوله بتصحح اوضاعها، اما تقول ابناء النوبه يعودوا فورا لاماكنهم التي نزحوا منها والتي تركوها لصالح الوطن عشان خاطر يتمكن المختصون من بناء السد العالي على ان يعودوا الى اراضيهم او ما يختارونه من اراضي المنطقه